ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. قبل ما ابدأ الفيديو بتاع النهارده حابه اعتذر لكل حد كتب لي كومنت وقال لي على سؤال معين او كان نفسه ارد عليه في حاجه معينه او اعمل فيديو او اطلع بس مباشر في موضوع معين. لكن انا اسفه جدا والله العظيم، كومنتاتكم دي على راسي من فوق واهتمامكم ده يعني بجد بيفرحني جدا. انا عندي مشكله كبيره قوي في الوقت اليومين دول، حتى انتوا تلاقوني ان انا بقيت مقله شويه في تنزيل الفيديوهات لان انا مضغوطه جدا جدا جدا، خصوصا وقت الدراسه ده. فاعذروني وما تحسبوش ان انا ناسيه الكومنتس بتاعتكم ولا بتجاهلها خالص. والله العظيم انا فعلا يعني بتابع كل يوم، واي حد بيكتب لي حاجه انا برد عليه. فمعلش تطولوا بالكم عليا شويه، وان شاء الله اوعدكم ان لما ناخد الاجازه هيبقى في فيديوهات ان شاء الله بشكل يومي او افضل من كده، لان انا يعني باجي على موضوع الفيديوهات دي شويه كتير كمان. في اسئله بتتكرر، خصوصا ان في ناس مصره ان انا اتكلم عن العقاب زمان. يعني في كذا حد قال لي انا عايزك تعملي فيديو عن انواع العقاب بتاعت زمان، فقررت ان ده هيبقى الفيديو بتاع النهارده، رغم ان انا محضره لكم فيديو حلو قوي جدا هيعجبكم ان شاء الله. بس يعني برضو وقته كده وهنزله عن العقاب برضو، ولكن من وجهة نظر الطلاب. يعني انا حاولت ان انا اجمع الطلاب كده واقعد معاهم واسالهم واشوف وجهة نظرهم من ناحية العقاب، عشان احاول ابين وجهة النظر دي للمدرسين، عشان لو في مدرس مش ملتفت لحاجة معينة او مش واخد باله ان ده بيأذي الطالب، هما هيقولوا له ايه اللي بيضايقهم بالظبط. فان شاء الله ده هيبقى فيديو تاني، لكن النهاردة هتكلم عن انواع العقاب زمان. مفيش شك ان احنا 99% مننا اتعاقب زمان. انواع العقاب زمان كانت للاسف اساليب ترهيب وتعذيب، ما كانتش تطلق عليها غير كده. ما كانش في عقاب كده يعني اللي هو يأثر في التلميذ ان هو زعلان عشان يعني عملت حاجة غلط من غير ما تأذي بدنيا. ما فيش، كان لازم الضرب ثم الضرب ثم الضرب ثم الضرب لأبعد وأقصى حاجة ممكن تتخيله. مدرس ضرب يبقى المدرس ده كويس والمدرس ده خايف على مصلحة العيال. المدرس دوت ضرب يبقى هو المدرس اللي فاهم هو بيعمل ايه. اولياء الامور كانوا بيشجعوا جدا المدرس اللي بيضرب، كانوا بيقولوا له انت صح، كسر واحنا نجبس، ما عندكش ما فيش مشكله يا مستر، اوعى يعني ما تشيلش همه، اضربه كسره احنا موجودين. وكان المدرس يا سلام بقى، يا سلام لما ولي الامر يقول له كده، بس خلاص تعالى لي انت بقى، انت كده ميت عارف المعتقل، انت مش هتخرج هنا غير باصابه. تعالى اوريكم اول طريقه عقاب تعاقبنا بيها زمان. اول حاجه واللي هوري لكم صورتها دلوقتي كانت الفلكه، غنية عن التعريف ومش محتاج ان انا اتكلم عليها كتير. الفلكه للي ما يعرفهاش هي كانت جزئين خشبيتين، واحده عصايه او خرزانه، دي الوسيله اللي بيمسكها المستر عشان يضرب بيها، او المس عادي يعني ما كانتش بتفرق. والجزء التاني هو كانت خشبه كده متعلقه فيها حبل، وكان بتربط يعني بيربطوا الرجلين بتوع التلميذ فيها بحيث ان هو ما يعرفش يفلفص منها. المدرس ينزل بعزم ما فيه على رجلين التلميذ ده لحد لما يبصوا يعني صوته كده يتنبح من كتر الصوات والعياط. مستر ما كانش بيدخل الفصل او المس من غير الفلكه دي. واكتشفت ان انا كنت فاكره ان هي في مصر بس، عرفت ان الفلكه دي حاجه عالميه مش مصريه وبس. فطريقه العقاب شكلها كده كانت واخده السيستم مع كل الدول، مع ما فرقتش مصري من سوري من ياباني من اوكراني، ما فرقتش، كله كان بيتحط في الفلك. تاني وسيله من وسائل العقاب وكانت الخرزانه دي كانت يعني الخرزانه او العصايه او الجلده اللي كانوا يعني كنا كلنا بقى بنضرب بدي. يمكن الفلكه ما كانتش مثلا مش كل المدرسين بيضربوا بيها، لان يقولك البنت مثلا ما تضربش بالفلكه. في مدرسين ما كانش بيفرق معاهم، في مدرسين كانوا قلبهم طيب شويه فيقول لك لا انا بضرب بالعصايه عشان انا قلبي حنين وما اقدرش اذي نفسيه الطفل فبضرب بالعصايه بس. فدول كتر خيرهم كانوا بيكتفوا ان هم نفتح ايدينا كده والمستر بعزم ما فيه بينزل برضو على ايدينا دي، وتلاقي ايدينا بقى متعلمه اخر اليوم كده شرايط مطرح العصايه او الخرزانه او اي حاجه اللي كنا بنتدرب بيها.
بعد ما اتطورنا شوية والمدرسين قعدوا يفكروا كده في طرق جديدة للتعذيب، قصدي للعقاب، وقالوا ان احنا نطور من نفسنا. ففي طريقة كانت شبه معدومة الإنسانية برضو كانت بتؤخذ في المدارس، وأنا حضرتها، لكن الحمد لله الحمد لله ربنا نجدني منها وما حصلتليش. يعني كان المستر أو الميس بقى لو دخل ونسي العصاية بتاعته، أو يعني ما كانتش موجودة، أو بعد ما صدر قرار في الأوائل كده إن ممنوع الضرب بالعصاية، كانوا عملوا إيه؟ هنمنع الضرب إحنا يعني؟ لا، كانوا بيجيبوا قلم زي ده كده، ويجيبوا إيدين الطالب ويروح حاطين القلم ده كده، ويبدأوا يعملوا ايه. الصراحة صدق انا مش فاكرة، بس هو يعني كده اهو بيحطوا ده كده تمام، وبعزم ما في المدرس يروح ضارب على ايدك. تخيلوا بقى الحركة دي وانت بتضرب كده، ده لو المدرس بقى يعني عايز يعاقب في السريع كده ومش عايز يأذيك قوي. فكانت بتوجع قوي قوي قوي، وكنت اشوف الناس يعني العيال بتتنطط لدرجة ان انا بحس ان صباعهم اتكسر. في طريقة تانية كانت المدرسين اللي هم يمسكوا الودن كده يروحوا قلبينها. فتقريبا دي كانت طرق العقاب زمان. الحمد لله اتمنعت الطرق دي كلها، والحمد لله اولياء الامور ابتدوا يبقوا واعيين بالوعي الاكبر، ان هم يقولوا انا ولادي ما بيتضربوش. لو ابن او بنت راحوا لبابا او ماما يقولوا لهم ان احنا اتضربنا، ما بقاش اولياء الامور تسكت، ولا في اولياء امور زي زمان تقول لك كسر وانا اجبس. فدي كانت حاجة كويسة، غير ان الدولة برضو خلت ان دي قضية للمدرس لو هو عملها. فموضوع الضرب كنا احنا 90% من الجيل اللي اتعاقب واتضرب واتهان في المدارس معقد نفسيا بسبب اللي حصل له زمان. فالموضوع ما كانش، يمكن احنا خدنا الموضوع بتهريج شوية او بنفتكره بروح كده لطيفة، لكن الموضوع فعلا كان مؤذي نفسيا وجسديا وكل حاجة. وكان في مدرسين بتوصل بيهم مرحلة الضرب لان هم يخلوا الطلبة فعلا تتجبس. فدي الطرق اللي انا قدرت اتوصل لها او افتكرها. لو حد عنده طريقة تانية بقى يقولها في الكومنتات والناس تطلع عليها، لان انا فعلا مش فاكرة اي طريقة تانية، او مفيش حالة عقاب كانت قدامي غير كده. بس اشوفكم في فيديو جديد، واستنوا الفيديو الجاي بتاع العقاب من وجهة نظر التلاميذ، ان شاء الله يكون حلو ومفيد جدا لكل حد بيعاقب جوه الفصل، او كل ام او اب بيعاقبوا اولادهم. سلام عليكم.